التشكيلة التي سيدخل بها المنتخب المغربي في المقابلات التي سيكونون في هذا الشهر. أرجو أن تفعل المتابعه ليصلكم الجديد عن كره القدم. خبر عن كره القدم. افعل المتابعه وكمل الفيديو. تحياتي، جزاكم الله خيرا. فلم تسهله عليكم. شكرا من القلب. أعلن وليد الركراكي عن التشكيلة الأخيرة للمنتخب المغربي، مما يثير الحماس بين الجماهير. في حراسة المرمى تم اختيار ياسين بونو ليكون الحارس الأساسي. خط الدفاع يتكون من أشرف حكيمي وعمر الهلال وعبد الكبير عبقار، حيث يمثلون القوة والسرعة. في خط الوسط يتواجد عز الدين أوناحي وبلال الخنوس وسفيان أمرابط، الذين يتمتعون بمهارات استثنائية في التحكم بالكرة. في خط الهجوم يعتبر سفيان رحيمي ويوسف النصيري وإبراهيم دياز أبرز العناصر التي تهدف لتحقيق الأهداف. هذه بعض الأسماء البارزة في التشكيلة التي تعكس عمق المواهب في المنتخب المغربي. تتزايد التوقعات حول أداء المنتخب في البطولات المقبلة، حيث يسعى لتحقيق الإنجازات. سيكون التحدي كبيراً، لكن الشغف والالتزام من اللاعبين يمنحان الأمل لكل عشاق كرة القدم المغربية.